والشجاع الأقرع الذي يكون صاحبك في قبرك، يلتف عليك، يكسر عظامك، يسمعك كل شيء وأنت تصرخ إلا الثقلين الإنس والجن. كيف تقوى على نار جهنم التي أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، ماؤها القيح والصديد، طعامها الزقوم، لسعة واحدة من نار الدنيا تحتاج إلى زيارة الطبيب والمداومة على العلاجات، وهي مجرد ثانية واحدة. فكيف بك عندما تكون خالدا فيها والعياذ بالله؟ هل ستقول رب ارجعون؟ هيهات والله هيهات. اليوم عمل وغدا حساب وجزاء، اليوم الدراسة وغدا الاختبار، اليوم أنت شاب وغدا شيبة، اليوم أنت في فراغ وغدا في عمل، اليوم أنت صحيح وغدا سقيم، اليوم أنت في سعة وغدا في ضيق، اليوم أنت تستطيع أن تقوم بغسل جسدك، أما غدا قد تصاب بأي أذى فيغسلك البعض وينظرون إلى عورتك وقلبك يتفطر ندما على ما فات. والله يا عبد الله عليك بتقوى الله، بادر إلى التوبة والإنابة، صلي قبل أن يصلى عليك، راحتك الأبدية في الصلاة. ستجد راحة كبيرة، ستجد راحة كبيرة. كثير من أخواننا، كثير ممن ابتلوا بشرب الخمور، تقول له لماذا يا أخي تشرب الخمر؟ يقول أشرب لكي أرتاح. لماذا تشربها؟ يقول أشربها لكي أرتاح، لأن يوجد فيها جو. والله ستجد في الصلاة راحة أكثر بكثير مما تشربه من الخمر أو الحشيش. داوم على الصلاة والله ستجد راحة. أما الخمر فهو يذهب العقل والتفكير، وهذه ليست راحة بل هي نوم العقل وإيقاف التفكير ومسح مؤقت لمركز الإدراك. وأما الصلاة فهي تصفي القلب من أوساخ الدنيا، تنور الوجه، ترضي الرب جل وعلا. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل هو واد في جهنم. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأخيرا أقول: قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها.
أين الملوك التي كانت مسلطنة فقد سقاها بكأس الموت ساقيها. أموالنا 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 لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأنصر عبادك الموحدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مسجونا أو أسيرا إلا بفضلك أطلقته، ولا أسيرا أو مسجونا إلا بفضلك أطلقته يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من لهم حقوق علينا، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.